برنامج مواطن مصري سترصد لكم معاناة أهالي قرية التلين بمحافظة الشرقية. تعرف بحضرتك؟ محمد عبد اللطيف المكاوي. إيه مشكلة حضرتك هنا؟ مشكلتي يا فندم إن أنا صاحب مزرعة دواجن قائمة من سنة 82 مرخصة. مساحة الترخيص 524 متر في 3 عنابر تعمل 1575 متر. السادة المحترمين اللجنة اللي نزلت قائمة المبنى، وهو للأسف ما نزلتش لجنة وقيموا المبنى وهو في المكاتب، أعضاء الضرائب العقارية قيموا لي المبنى وزودوا علي 4500 متر. حاولت ان انا اشتكي، حاولت ان انا اروح للمسؤولين، لا حياة لمن ينادي، وما وصلتش حضرتك لاي. ناشدت مين من المسؤولين؟ انا اشتكيت للسيد وكيل الوزارة في مأمورية الضرائب العقارية بمنيا الجمح، مأمور الضرائب المختص عن التلين، وطبعا دون حضرتك من 2013 ومفيش اي استجابة. والربط عليا دلوقتي اصبح حوالي 71,000 جنيه على القيمه الزياده، مش المربوطه عليا، على القيمه الزياده اللي هي زودوها فعليا وهم قاعدين في مكاتبهم. طب حضرتك بتوجه رساله لمين؟ المفروض ان احنا نكلم السيد الوزير، انما للاسف احنا هنكلم وكيل الوزاره لانه ما استجابش لشكاوينا ولا بعت لنا لجنه انها تشوف اي حاجه، رغم ان انا رحت لحضرته 10 مرات ورفض انه يجابلني. فاحنا بنكلم السيد وكيل الوزاره ان يشكل لجنه وتنزل تشوف المبنى على الطبيعه وتشوف الزياده اللي زودوها علينا. ماشي، بشكر حضرتك. بعرف بحضرتك؟ عادل محمد شعيب من التلين، مركز منيا القمح الشرقيه. ايه مشكله حضرتك؟ المشكله مشكله البلد تما، مش مشكلتي انا لوحدي. بالنسبه لارتفاع الاسعار والناس الغلابه، واخده بال حضرتك، ودي ناس بلد قريه ارياف وناس عايشه على قدها فيها. احنا مش بشتكي عن نفسي او عن حاله ليا، انا بشتكي باسم البلد كلها. ليه فيها ناس غلابه والناس على قد حالها ودخل محدود ومفيش مساعده ولا في مقابل اكتر من كده، فالناس يعني كان الله في العون. طب حضرتك عندك مشكله معينه بتحب تناشدها؟ لا انا بالنسبه لي يعني الحمد لله بفضل ربنا مفيش اي مشاكل بالنسبه لي. يعني المشكله مشكله البلد تما، مش مشكلتي انا لوحدي، مش اكتر من كده ولا اقل من كده. حضرتك بتناشد مين من المسؤولين؟ استاذ علاء صالح مفتش ضرائب عقاريه، استاذ سمير محمد عزام مأمور ضرائب العقاريه عن قريه التلين، والاستاذ عبد النبي عنان رئيس المكتب ضرائب عقاريه بالتلين. الدنيا غليت، شو الخيار طول السنه ب 6 جنيه وب 7 جنيه، شو الباميه ب 10 جنيه. والله بكلمك جد ايام طين. الجته السنه دي ب 4 جنيه وب 5 جنيه، وايام الفلاح يروح فين؟ السباخ ب 120 جنيه، هيروح فين ويجي مننا نصيب؟ بالنسبه لغلو الاسعار والفلاح الغلبان دون، شكاره السباخ النهارده بقت ب 150 جنيه، الفدان ايجاره 5-6 آلاف جنيه في السنه. الراجل الفلاح اللي دخله محدود على قده ده هيجيب منين ولا يعمل؟ فين الرقابه على السلع؟ فين الكلام دون؟ فين الناس المسؤولين؟ فين الناس اللي تبص للناس الغلابه؟ الفلاح الغلبان ده هيعمل ايه؟ هيجيب منين؟ راجل النهارده يعني مكافح، عنده 3-4 عيال، مش هنقول 5-6. كان معكم سمر حمدي، برنامج مواطن مصري.